مساء الخير على احلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو مصر على الهواء. ميار محمد وحلقه جديده من برنامج سبوت لايت. عنوان حلقه النهارده هو تو بيز ان كاب. هنتكلم اكتر عن الفريندشيب. فسؤال حلقه النهارده هو ايه الحاجه اللي انت بتبقى متوقعها من البيست فريند بتاعك؟ ايه الحاجه اللي انت بتبقى مستنيها او عايزها، او الحاجه اللي انت بتبقى متوقعها منه؟ واي ثينك ان الحاجه اللي انا ببقى مستنياها في الصداقه هي الامان، ان الشخص اللي قدامي ابقى عارفه ان هو مش هيتغير معايا في اي وقت، او ان الدنيا امان بالنسبه لي. ومستنيه اجاباتكم على سؤال حلقه النهارده. تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك AGONAIR، او من خلال موقعنا الالكتروني www.agonair.com. دلوقتي هنتكلم عن الليست بتاعت اهم 10 افلام انا من وجهه نظري شايفاها ان هي كانت بتتكلم عن الفريندشيب. واول فيلم حابه ابدا بيه هو فرانسيس ها. فيلم فرانسيس ها ده من افلامي المفضله. انا بحب جدا الفكره بتاعه الفيلم، وقد ايه ان الفيلم مركز بس عن الفريندشيب، ما بيتكلمش حتى عن لاف ستوري او اي حاجه. هو اللاف ستوري بتاعت بطله الفيلم كانت الفريندشيب بتاعتها. بطله الفيلم هي جريتا جريويك، والفيلم بيتكلم عن قد ايه الصداقه او الفريندشيب ممكن تاثر على حياتنا وتفاصيل حياتنا وعلى شخصيتنا وعلى نفسيتنا وعلى اختياراتنا حتى. الفيلم زي ما قلت هو من بطوله جريتا جريويك ومايكي سامر، والفيلم كان انتاج سنه 2018. تاني فيلم حابه اتكلم عنه هو Something Borrowed, Something Blue, Something New. الفيلم هو Something Borrowed، وزي ما كان فرانسيس ها بيتكلم عن قد ايه الصداقه ممكن تغير فينا وفي شخصيتنا، وقد ايه الصديق دي حاجه مهمه وبتاثر فينا وفي نفسيتنا، ولو ادانا وقته دي حاجه بتاثر فينا جدا وبنبقى مبسوطين وفرحانين. Something Borrowed بيتكلم عن الاوبوزيت جدا بتاع الفريندشيب. لو ده بيدي البوزيتيف بتاع الفريندشيب فده بيدي النيجاتيف سايد بتاع الفريندشيب جدا. Something Borrowed بيتكلم عن قد ايه الصحاب ممكن يكونوا بيغيروا من بعض، ممكن يأذوا بعض، ممكن يدمروا حياة بعض أو يغيروا حياة بعض. الفيلم من بطولة كيت هاتسون ومن بطولة جينيفر جودوين. وفيلم Something Borrowed هو ده فيلم بيتكلم عن إزاي الشخص اللي أنت ممكن تحكي له وتدخله في تفاصيل حياتك هو أكتر شخص ممكن يكون بيوجعك وبيأذيك. ثالث فيلم معانا النهاردة هو The Perks of Being a Wallflower. الفيلم ده برضو من أفلامي المفضلة جدا، وده بيتكلم عن إزاي الصحاب ممكن يخرجوك من تروما أو من حاجة في الباست بتاعك كانت وجعاك جدا وانت مش قادر تتخطاها. وده بيتكلم عن تشارلي اللي رايح الهاي سكول وكان نيرفس جدا اول يوم رايح فيه، بس بعد كده الدنيا بتبقى احسن معاه لما بيتعرف على سينيورز وهم اللي بيخرجوه من الشال اللي هو قاعد فيها وبيخلوه احسن، وكمان بيخلوه يتخطى التروما بتاعته اللي حصلت له في الباست. الفيلم من بطولة لونج ليرمان وكمان ايما واتسون. نيجي بقى الفيلم لايت وهو ماي بيست فريندز ويدنج. الفيلم من بطولة جوليا روبرت، وجوليا روبرت المفروض بتعرف في الفيلم ان هير بيست فريند فيل ان لاف وهيتجوز، فبتحس ان هي لا بمشاعر غيره، ان هي حاسه بمشاعر ان هي بتحبه وعايزاه يبقى ليها هي، فبتبتدي تعمل مواقف عشان خاطر تبعده عن كاميرون دياز اللي هو كان المفروض هيتجوزها في الفيلم. فيلم لايت ولذيذ وكان سنه 97. نيجي بقى للافلام العربي. فيلمنا السادس هو احلى الاوقات، وطبعا ما فيش حد ما بيحبش الفيلم ده. الفيلم من بطوله حنان ترك، هند صبري، منى شلبي، وامير قرار. الفيلم كان بيتكلم عن سلمى اللي جالها صدمه بعد موت مامتها، وابتدى يظهر لها حد بيبعت لها جوابات ان هي تروح مكانهم القديم، بيتهم القديم، وترجع لاصحابها القدام. رجعت فعلا حنان ترك لمكانها القديم وبيتها القديم، ورجعت تتكلم مع صحابها القدام عشان عايزه تعرف مين اللي كان بيبعت لها الجوابات. الفيلم ده من اكتر الافلام المفضله ليا عن الفريندشيب، وبحب جدا جدا المشهد بتاعهم في السجن مع بعض، بيضحكني قوي. خايف اوعدك ما فيش واقول لك في تلاقي ما فيش. حكي على ايه؟ حكي على ايه يا بنتي؟ هتولدي يا بنتي اطلع رد سجون. ايه بس يا سلمى السجارة اللي شربتيها لنا دي فيها ايه؟ والله ما اعرف، انا لقيتها هنا. قولي يا بنتي. يا عيني بيقول لها مفيش. والله انت قليلة الادب. بس يا جماعه بقى عيب عيب بقى. وطبعا الاغنيه بتاعه محمد منير من اهم الحاجات اللي موجوده في الفيلم. فيلمنا السابع هو بنات وسط البلد اللي من اخراج محمد خان وبطوله هند صبري ومنى شلبي. الفيلم بيتكلم عن جمانه وياسمين اللي المفروض ان هم علاقتهم قويه جدا ببعض وبيعملوا كل حاجه مع بعض، حتى ان هم بيدوروا على الحب مع بعض. الفيلم لذيذ جدا ومليان حكايات ومترو كتير جدا في الفيلم. بحب المشهد قوي اللي هم فيه في المترو مع بعض، والفيلم مليان مغامرات كتير جدا. وكان سنه 2005. اصحاب
اصحاب انا وانت ولا، وده طبعا فيلم اصحاب ولا بزنس كلنا عارفينه. الفيلم من بطوله مصطفى قمر، هاني سلامه، وحبيبنا الراحل طارق عبد العزيز. الفيلم بيتكلم عن 2 معدين برامج، والمفروض ان هما الاثنين بيتنافسوا مع بعض لدرجه ان هما كانوا اصحاب وبطلوا يبقوا اصحاب من كتر المنافسه القويه ما بينهم. بعد كده مصطفى قمر بيجي له ان هو يروح يغطي حاجه في فلسطين، وبيتغير وكل الافكار بتاعته والمفاهيم بتاعته بتتغير، بيبطل يفكر في الفلوس، بيبطل يفكر في الشهره، وكل حاجه كان بيفكر فيها بتبقى العكس تماما. الفيلم كان سنه 2001. سلام يا صاحبي هو فيلم رقم 9 اللي بيتكلم عن مرزوق وبركات، اللي من كتر ما هم عايزين يجيبوا فلوس اكتر وبيواجهوا تجار كبار جدا، التجار بقى فيه غل وحقد ما بينهم وابتدوا ان هم ينتقموا منهم. الفيلم ده كلنا بنعيط واحنا بنتفرج عليه. الفيلم كان من بطوله عادل امام وسعيد صالح ومن اخراج نادر جلال، ومحدش بيتفرج على الفيلم ده الا وبيعيط جدا في مشهد النهايه. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. وطبعا لازم ننهي الليست بتاعتنا بفيلم صاحب صاحبه، قصقص وجاد. حبيبي ولا على باله شوقي إليه المفروض ان هم اصحاب، وجاد بيلاقي شغل في دوله عربيه، وقصقص هو اللي بيفضل في مصر. ولما جاد بينزل اجازه، قصقص بيحاول كل المحاولات ان صاحبه ما يسيبوش ويفضل قاعد معاه. وطبعا جمله الفيلم اللي كلنا عارفينها، اهم حاجه ان احنا مع بعض يا جاد. وبكده تكون خلصت الليسته بتاعت حلقتنا النهارده. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، ايجي اون اير. ومستنيين ان انتوا تجاوبوا على سؤال حلقه النهارده، ايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا مستنيينها من صاحبكم، او ايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا مستنيينها من الصداقه. وطبعا مش هينفع نكون بنتكلم عن الفريندشيب وما نقولش اهم مسلسل اتكلم عن الصداقه في العالم كله، مسلسل لحد دلوقتي الناس كلها لسه بتتفرج عليه وكانه لسه بيتعرض النهارده، وهو اكيد كلنا عارفين مسلسل فريندز. مسلسل معمول من 10 اجزاء، واول حلقه اتعرضت يوم 4 سبتمبر سنه 94، واخر حلقه اتعرضت 6 مايو سنه 2004. ولسه مستنيين اجاباتكم عن سؤال حلقه النهارده، وهي ايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا مستنيينها في الصداقه او من صديقكم المفضل او المقرب منكم، وايه الحاجه اللي انتوا بتبقوا حاسين ان انتوا مش قادرين تتقبلوها في العلاقه دي. تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، ايجي اون اير، او من خلال موقعنا الالكتروني www.egyonair.com. حابين نقول حاجات behind the scenes شويه او الناس ممكن تكون مش عارفاها عن مسلسل فريندز. اول حاجه ان اخر حلقه اللي هي كان اسمها The One Where They Say Goodbye، المفروض ان الحلقه دي كلنا بنعيط فيها. الحلقه دي كان عدد الناس اللي بتتفرج عليها كانت كبيره جدا وكتير جدا، لدرجه ان هم كانوا فاتحين التايم سكوير اللي في نيويورك وكانوا مشغلين السكرينز في الشارع، والناس كلها كانت قاعده بتتفرج على اخر حلقه، وكانت متاثره جدا لدرجه ان هي تعتبر من تاني اعلى مشاهدات المسلسل كلها، تاني اعلى حلقه في المشاهدات. تاني حاجه حابه ان انتوا تعرفوها ان فيبي كانت بتخاف جدا من الدق اللي جوي تشاندلر كانوا مربينها عندهم في البيت. وفي حلقه الريونيون اللي اتعملت من كام سنه كده، جينيفر انشتون وديفيد شويمر الاثنين اعترفوا ان هم كانوا معجبين ببعض في بدايه المسلسل، بس الاثنين ما عملوش اي حاجه في الموضوع ده عشان ما كانوش عايزين يبوظوا الفريندشيب اللي ما بينهم. البيج وايت دوج اللي كان موجود في شقه جوي وتشاندلر اصلا بتاع جينيفر انشتون، وحد من صحابها كان مديهولها از ا جود لاك جيفت، وفضلوا مستخدمينه في تصوير المسلسل كان هيتسمى حاجات كتير قبل ما يتفقوا على اسم فريندز، كان هيتسمى فريندز لايك اس، او كان هيتسمى 6 اوف 1، وبعدين اتفقوا على اسم فريندز. في حلقه كامله اتصورت في شقه مونيكا بسبب ان الكاست ما كانش عنده اي ميزانيه ان هو يصور في اي سيت او يجيب اي جاست، فالحلقه كلها اتصورت في شقه مونيكا. الحلقه اللي هي اسمها The One Where No One's Ready، بس الحلقه لقت ردود فعل كبير جدا عند الناس، والناس اتفاعلت معاها كويس جدا ونجحت نجاح كبير. زي ما كان في المسلسل ان مونيكا عندها مشاكل في الخلفه وان هي تحمل and so on، زي في الحقيقه بالظبط كانت كورتني كوكس عندها مشاكل فعلا في ان هي تحمل، وكانت عامله ميس كارج في حلقه من الحلقات لما كانت ريتشل لسه والده ايما، كانت ساعتها كورتني كوكس عامله ميس كارج للبيبي بتاعها. الفريم المشهور بتاعهم اللي كان لونه اصفر وكان متعلق على باب الشقه عند مونيكا، ده في الاصل كان مرايه وبعدين اتكسر وهم بيصوروا المسلسل، وبعدين قرروا ان هم يخلوه زي ما هو عشان شكله حلو كده. ديفيد شويمر اللي هو روس جيلر في المسلسل اخرج 10 حلقات في المسلسل كله. في اخر حلقه في المسلسل عملوا منشن ان كلهم جالهم وقت من الاوقات وعاشوا في شقه مونيكا، وبرده في حاجه ان هم كلهم جالهم وقت من الاوقات وعاشوا في شقه جوي تشاندلر.
كان في حاجه في المسلسل جدا كل الناس اتكلمت عليها، ان راس فضل عنده 29 سنه لمده 3 سنين متتاليه في المسلسل، هو عنده 29 سنه بس. الفقره دي هنرشح لكم فيلم تتفرجوا عليه الاسبوع ده، وهو فيلم رحله 404 اللي من بطوله منى زكي، محمد ممدوح، ومحمد فراج. الفيلم بيتكلم عن غاده اللي عايزه تطلع رحله ان هي تعمل عمره او تحج، وكل الفلوس اللي معاها هي عايزه تصرفها في ان هي تروح تطلع عمره او ان هي تحج. بس للاسف بيحصل حاجات في الفيلم بتخلي غاده بتصرف الفلوس اللي معاها ومش عندها امكانيه ان هي تطلع الرحله بتاعه الحج والعمره، وبترجع غاده تحاول تستلف فلوس، وبترجع لناس كتيره من الماضي بتاعها وبتحاول كتير ان هي تجمع منهم الفلوس. وبيحصل حاجات كتير جدا في الفيلم، وبيبين قد ايه ان الماضي مش عايز يسيب غاده في حالها، وقد ايه ان الماضي ملازمها مهما حاولت ان هي تبعد عنه، بس هو لسه ملازمها. بنرشح لكم فيلم 404 ان انتوا تتفرجوا عليه، عشان احنا لسه عارفين ان هو تم اختياره رسميا للاوسكار. الفيلم فيه جرعه دراما كتيره جدا، وممكن تكون في ناس كتير ما كانتش حابه الجرعه الدراما اللي موجوده في الفيلم، بس مفيش حد ما طلعش او اتفرج على الفيلم الا وقال ان اداء منى زكي كان فوق الوصف، وتمثيلها ما كانش زي الطبيعي. اتفرجوا على رحله 404، ومستنيين تقولوا لنا رايكم في الفيلم اللي اتفرج عليه او اللي لسه هيتفرج عليه. وانتوا عارفين انكم تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، ونشوفكم الاسبوع الجاي في برنامج سبوت لايت مع ميار محمد، ومستنيين ان انتوا تقولوا لنا حابين نتكلم عن ايه الحلقه الجايه. كان معاكم ميار محمد وبرنامج سبوت لايت.